حكايتنا الليلة كلها أمل. حكاية ديال اليوم غادي تعجب الأغلبية فيكم لأنها مليئة بالابتلاءات في الأول، لكن نهايتها عوض جميل. وما أدراك ما عوض الله. فاش كيعطي يدهش عبده بالعطاء سبحانه، لكن بشرط يعطي العبد المتفائل به خير وثيق فيه. بلا ما نزيد نطول عليكم في الهضره ونخليكم مع بدايه القصه، لانها غادي تعطيكم بزاف ديال الايجابيه وبزاف ديال الطاقه. سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب، ونتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. صاحبه القصه كتقول: انا سميتي سكينه ومن عائله محترمه ماديا ومعنويا. الحمد لله كبرنا مزيان انا وخوتي، حتى لكل واحد فينا شد بلاصه زوينه. في 2008 في قرايتي كان خاصني ندير ستاج في واحد الفندق، وهنا غادي نتعرف على المحاسب ديال داك الفندق اللي فين غادي تبدا بيناتنا قصه حب وغادي تدوم لمده 3 شهور وغادي تطول بطبيعه الحال، وغادي يجي عند والديا باش غادي يخطبني من عندهم. وهما بدورهم ما كانوش موافقين انني نتزوج بداك السيد، حيت كان المستوى ديالو ناقص بزاف، وبقاو عليا عادي تندمي وحنا ما قادينش باش ندخلوا في الصراعات ما بيننا وما بين عائلته، وبزاف ديال الكلام والنصائح اللي ما خلاو باش نصحوني والديا. ولكن انا كنت مقرره لدرجه ما سمعت حتى شي نصيحه. انا عن دوري كنت مازال صغيره وكنت فرحانه باول حب كاين في حياتي، في هاد الاكتشافات اللي درت وهاد الاحاسيس كلها اللي شت. صراحه تفاهمنا انا وياه وقلنا غادي نبداو شويه بشويه وغادي نكريو دار ونبداو كنخدموا على راسنا ونشريو دويره بما نسالي قرايتي ونخدم شي خدمه نيت زوينه. وهو كان ساكن في واحد الدار اللي كانت تقريبا في داك المدينه، وكانوا كيجيو ليها والديه من الصيف للصيف اللي عرفتي شنو بلا ما نكريو ونسكنوا في داك الدار ونديروا شويه ديال الاصلاحات. داك الدار كان كاريها وقديمه بزاف، مولاها مات ولادها ما متسوقينش ليها، ولاد داك السيد ما بقاوش متسوقين ليها، خلاوها هكاك مكريه بواحد الثمن اللي كان رمزي. غير هي كانت وسط المدينه وكانت كتطلع على واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. قنعني باش نسكنوا في داك الدار اللي اسسناها شويه بشويه. انا ما كنتش بغيت ندير العرس، ولكن والديا كانوا مصرين انهم يديروا لي واحد الحفله وخا غير صغيره. فرحنا وداز كلشي بخير، عائلتي ووالديا فرحوا ليا بزاف حيت كنت انا اول بنت في العائله غادي نتزوج. صراحه كان كلشي مزيان ما بيناتنا، كنت كنكمل قرايتي وفي نفس الوقت كنت كنخدم في سونتر دابيل، وهو كان خدام محاسب في داك الفندق اللي قلت لكم. حتى ولاو كينوضوا شي مشاكل من تحت الارض، كانت الام ديالو كتجي في شي اوقات بلا ما كتعلمنا، كان ضروري خاصهم يجيو كل نهايه الاسبوع. باش الاب ديالو كان سكير ما كيصحاش، يعني كل ديما كيجي يرس علينا الباب. وانا بقيت كنقول مع راسي انا عاد زوجت وبغيت نرتاح في راسي، علاش كيجيو عندي كل ديما؟ علما انها كان الاب ديالو كل ديما كيجي كيفتح علينا البيت وكيبقى يطلب من السرجم، كيقول لنا حيتاش هذا البيت مبرد وبلا الاذن. علما ان في الدار عندنا 2 بيوت فيهم السراجم وكيطلوا حتى هما على الجرده، بالامكانيه ديالهم انهم يمشيو لتما ويديروا اللي بغاو. هنا بدا السم والمشاكل ودابزنا واحد النهار واحد المدابزه اللي كانت خايبه. علاش هاد المشاكل؟ كنت عاودت كلشي للاب ديالي وشرا لي واحد الدار اللي في واحد المدينه اللي شويه بعيده، وكنت بغيت ننتقل ليها. من بعد ما اتتها ووجدت كلشي مشيت دوزت مع والديا مده اسبوع. من النهار اللي كنت قررت انني غادي نمشي لها، ملي مشيت كنلقى الدار خاويه ما فيها حتى شي حاجه، داك الاثاث كله اللي عاد شريت ما بقاش. من سولت السيكوريتي قلت له واش هادشي؟ قال لي لا اختي راه جات يعني الام الزوج ديالك وراها جابت معها واحد الكاميون ودات كلشي. من بعد ما قلت هادشي للاب ديالي ونوضوا بزاف ديال المشاكل، واحد النهارات خلاوني حتى مشيت لداك الدار وتهجمت عليا هي وولدها اللي دقدقوني مزيان في صحتي، قتلوني بالعصا. وانا في داك الوقيته كنت حامله ب2 بنيات توأم. مني بقات كضرب لي ماه بالكرسي صافي كرشي ماتوا ليا داك البنيتات. من بعد منين قلت له شنو هادشي؟ قال لي انا اللي درتها الوالده ديالي هي اللي كاينه. من بعد انا ما رضيتش ومشيت دفعت الطلاق ديالي وطلقت منه، وندمت ندما شديد علاش ما سمعتش الهضره ديال والديا اللي قالوها لي في الاول.
المهم دازت سنه على هذا الشيء وبقيت مدمره نفسيا، ودازوا بزاف ديال المعاناه حيتاش طلاق ماشي سهل في المجتمع العربي ديالنا. غادي يوقفوا معايا والديا لثاني مره، وغادي نكمل قرايتي عاوتاني، وغادي نخدم واحد الخدمه اللي زوينه، وغادي ناخذ الماستر. وتساريت وشفت الدنيا وما خليت ما درتش، وخدمت خدمه زوينه، وسافرت خارج المغرب حيتاش كانوا عندي بزاف ديال العلاقات صداقه خارج المغرب وداخل المغرب. ما بين داك العلاقات كان واحد السيد اللي كنت كنعرفه من شحال هادي، وكان كيقرا معايا وكان كيقتلني بالضحك. ما عرفتش كيفاش في الاخير ديال 2015 لقيت راسي معاه في علاقه، وهذه ما قدرتش نفهمها حيتاش بالفعل كانت علاقه مرتبطه بالسحر. غادي نتحول لواحد المدينه، وغادي نخدم في واحد البوست اللي زوين ومرتاح، وغادي نبقى مع دار جدي. حتى لواحد النهار غادي يعيط ليا هاد السيد اللي كنت كنعرف، وغادي يقول لي انا في هاد المدينه، واش بغيتي نتشاوفوا؟ قلت ليه ايه مرحبا، انا في الدار، واحد شويه غادي نخرج، وها فين غادي نتلاقى. تلقينا وقال لي هاكي حيتاش ماما صيفطات لك هاد الاكله. حنا كنا كنخدموا مجموعين، وديما ماما كانت كطيب ليه وكتصيفط لي الماكله معاه، لانه كان طيابها زوين بزاف. ما غاديش نقول لكم ندعي فيها ولا عليه حيتاش هما اللي داروا لي السحور، مانيش عارفه شكون، ولكن كنقول الله ياخذ الحق. المهم كليت حتى شبعت. من بعد 4 ايام بالحساب وليت كنعيط لداك السيد بدون انقطاع، لدرجه انني خدمتي ما بقيتش متسوقه ليها ولا كنمشي ليها. المهم فاش شافني مرتبطه به ما عرفتش كيفاش دار، حتى اقترح عليا قال لي انا بغيت نجي عند والديك. بدون تفكير قلت ليه ايه داكشي اللي بغيت. هضر مع والديه ما بغاوش، قالت له الام ديالو فعلا كنعرفوها بنت مزيانه ومتخلقه، ولكن ما تديش وحده مطلقه. ولكن هو قال لهم لا ناخذها. انا عاوتاني هضرت مع والديا، بطبيعه الحال كذبت عليهم بزاف ديال الحوايج، عطيتهمش الصوره الصحيحه ديالو. صراحه انا كنت باقيه ليا داك الدار اللي سرق ليا داك المسخوط هو والام ديالو، ولكن انايا اقترحت عليه باش غادي نبيعوها ونشريو في البلاصه اللي كنخدمو حاليا. داكشي اللي درنا، بعنا الدار وشرينا في بلاصه اخرى فين خدامين، وبالسيف على والديه مشينا درنا لاكت وتزوجنا وسكننا مجموعين. ب6 شهور بقيت كنشوف السيد كيدير شي حالات ماشي تما، لدرجه انه كيسرق. دخل لدارنا كيقلب في الصاك ديال اختي، الا كانت ماما حاطه شي صرف كيهزو كياخدو، ولا الا حط شي حد البسطام ديالو في الدخله ديال الباب كيمشي كيبقى شنو فيه. ولينا كنلاحظوا ان شي حوايج كينقصوا من الدار، وهذا الشيء ما عمره وقع لينا. نفس الناس اللي كانوا عايشين معنا باقيين، وحتى الخدامه اللي كانوا كيعاونونا باقيين، ولكن حوايج كينقصوا من الدار. وما عمره وقع لينا هذا الشيء حتى جا هذا السيد. واحد النهار شفتو بعيني كيسرق من الصاك ديال ماما. مشيت عنده قلت له فلان اجي معايا بغيت ندوي معاك. خرجنا من الدار باش حتى شي واحد ما يسمع هضرتي. قلت ليه انا شفتك بعيني دخلتي البيت ديال ماما وزيتي الفلوس، يعني بلا ما تكذب عليا. قلت ليه وداك السرقه اللي كيتشكاو من دارنا راه غير من نهار دخلتي انت لدارنا. المهم بقى ليا لا ما لا. قلت ليه شوف هذه هي الهضره اللي كاينه، وانا ما غاديش نكذب عيني. قلت ليه من الاخر نسى لك هاد العاده، وإلا كنتي مريض نشوف واش يطبب يعالجك ولا شي حاجه. درجات فيه فيز ديال السرقه، حتى الماهن يقدر يهزهم من داري ويديهم لدار ماما، ولا يهز لها هي ويجيب ليا. في واحد السيمانه ماما ما كانش غادي تكون في الدار، كانت مشات لواحد الدار اخرى كانت عندنا باش تسيق ونظفها باش نمشيو ندوزو فيها الصيف. من بعد قال لي حيتاش دارنا بقى فيها غير بابا، قال لي اش غادي يبان لك، غادي نمشيو ناخذوا حليوه ونمشيو نحتفلوا بعيد الميلاد ديالك حنايا وباباك. انا عجبتني الفكره. قلت ليه علاش ما نديروهاش. فعلا وافقت عليها. مشينا دوزنا داك الليله ضاحكين ناشطين، والغد مع 8 ديال الصباح كيفيق فيا سكينه انا خاصني ضروري نمشي عند والديا، راهم محتاجين ليا وراهم في هذه المدينه. قلت ليه علاش؟ قال لي ما شتيش خويا راه دارك الصيده وراه ضروري خاصني نمشي عنده. قلت له تسنى خليني نوصلك. قال لي لا غير بغي نعس غادي نمشي لراسي. قال لي غادي نرجع مع جويه 2 3 ونتغداو في الدار. صافي هي ديك السيد خرج وانا رجعت نعست. مع 10 ديال الصباح غادي تصوني عليا واحد السيده قالت لي الو السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قالت لي انا مفوضه قضائيه.
قالت لي عندك واحد الدعوه. قلت لها شنو كاين؟ ديال شي الدعوه، انا ما بيني وما بين شي حتى شي حاجه. قالت لي اجي عندي وغادي نشرح لك شنو كاين. هي هذيك. انا مشيت كنجري عند بابا وقلت ليه هادشي كان. تخيلوا لقيت السيد اللي نوضني مع 8 ديال الصباح رافع عليا دعوه ديال الطلاق، المده ديالها شهر قبل، واللي هي من بعد داك الحصله اللي حصلته كيسرق في الساق ديال ماما، وكان عايش معايا عادي وما كاين حتى شي مشكل. وفي داك اللحظه فاش داك الدعوه، اول حاجه اللي جاتني في بالي هي داري، حيتاش داري بعيده عليا بنص ساعه ديال المكانه. شديت داك الورقه ودخلت كنجري للدار. مشيت انا وبابا، مشينا كنجريو لداري. منين دخلت ليها لقيتها خاويه صفرة كتبسم، ما فيها حتى شي حاجه. ايه داك الليله اللي داني نبات في دارنا في الليله ديال عيد ميلادي دار ليا احسن كادو، الله ياخذ فيه الحق. انا ما طفروش وما عنديش يطفرو، عمرو يطفرو، وغادي نبقى ندعي فيه حتى نموت. داك الليله اللي باتنا عند بابا عطى السوارت لباه امو وجوج ديال خوتو قد الحلالف، مع شي جوج واحد اخرين كيجيو من العائله، وعادي يخليو ليا الدار كتبسم. تخيلوا داك الدار اللي ما عنده فيها حتى شي حاجه، وقيده هي الاخرى ما شريهاش. ومشينا عيطنا للبوليس وجاو داروا البصمات، لقاو البصمات ديال باه وخوتو، وروين عاوتاني ناضت ودمرت. ونفسيا انا من الاول وجديد عاوتاني الزواج دمر ليا. درت لهم اتفاقيه بلي انا ما بغيتش داك الحوايج اللي كانوا في الدار يرجعوا. قلت لهم انا بغيت تعويض مادي. انا الصراحه ما خاصني حتى شي خير، ولكن يستاهل. وحكمت المحكمه بمبلغ اللي جد مهم، ودرت ليه اليدين والرجلين. واي واحد كنعرفو اتصلت معاه باش نقدر انني نشد دمو في الحبس بما تحمله الكلمه من معنى، لانني كنت معاه بنت الناس وكل شيء كان مني، وما حمد الله في حتى شي حاجه. وهو كان غير ضيف، وما عمرني ما تكبرت عليه. والديه ما عمرهم شافوا مني لعب. انا كنت كنعاونو باش كيصيفط لهم واحد المبلغ مالي من الشهر للشهر. درت بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن تعدى عليا، ولكن راه ما نسمحلوش. عاوتاني غادي نطلق منه وغادي نعيش واحد الحاله ديال الاكتئاب وفشل وغادي نقول لكم يا صحاباتي، عاوتاني غادي نوض ونوقف على رجليا ونمشي عاوتاني نخدم. بشرط هاد المره خدمت حدا والديا، ما سكنت لا مع جداتي لا في حتى شي بلاصه. كنت من الخدمه للدار من الدار للخدمه، وما معمره راسي لا براجل ولا بسته. داكشي اللي كاين. جا العرس ديال بنت خالتي مشينا حضرنا ليه، وهاد المره هادي تما فين غادي يجيب ليا ربي راجل اخر، وليت غير من هذا لهذا. ولكن هاد السيد هذا من الدول العربيه، وكان ديجا كيخدم مع الاب ديالي. وهاد المره غير شافني جا قالها الوالد نيشان، والوالد الصراحه دخل لي هاد الفكره لراسي. واول مره غادي يجي عندي شي واحد اللي في المستوى ديالي، غادي يعيشني مزيان، وبالعكس ماشي هو اللي غادي ياخذ مني، انا اللي غادي ناخذ منه. والصراحه كان كبير عليا في العمر، ولكن رضى باي حاجه دازت عليا. عرفني انني مطلقه 2 المرات، وانا باش تقبلت به الاب ديالي كان باغي، وديجا الاب ديالي كان كيعرف العائله ديالو. وانا كنت حالفه، قلت الا جاتني الفرصه والله ما ندي واحد مقرد، يا اما غادي نديه بحالي في المستوى ديالي ولا اكثر من المستوى ديالي، حيتاش كاع دوك الفقراء يعيشوني في الذل وفي التبهديل، حتى العصا كليتو من عندهم. وهاد السيد هذا واخا كبير رجل اعمال وعنده واحد ابتسامه هي اللي جذبتني فيه، وهو واخا كبير باقي شاد فراسو. واخا هكا كنت كندعي ديما الله في السجود ديالي، وكنطول في السجود تنقول يا ربي برحمتك التي سبقت قدرتك اعطني من فضلك، وغنيني على داك الشيء اللي وقع ليا. بغيتك يا مولانا يا كريم تهز عليا هاد الضيق والضلال اللي راني عايشه فيه، حيت فعلا تأديت واستغلوني بعض الاصدقاء وداوني معهم في دوامات المخدرات باش ننسى ونتنسى من جدزت. واخا كنت كبيره شويه في 22 سنه، ولكن داتني داك الدوامه. وليت كنخرج بالتخبيه على والديا، وحتى واحد ما كيسيق ليا الخبار، حيتاش هادشي كان نوع منعا باثا عندنا بالعائله ان البنت دير شي حاجه ديال المخدرات. من بعد هادشي داز الشهر، السيد جاب الوالدين ديالو وجا باش يخطبني من عند والديا، وتمتم غادي نديرو العرس. فعلا جاب والديه اختو واي حاجه كنت كنتمناها دارها ليا في العرس. من بعد ما مشيت لاحسن دار،
قصر اي حاجه كتمناها شي بنت لقيتها في داك الدار. كاع الاحسن اللي دازت عليا وداك الشيء اللي دوزو عليا داك الاشخاص لقيت شي حاجه ما احسن. عوني الله بما احسن. رجل اعمال واصل، لا هو لا عائلته، اختو كتحماق عليا وحماتي دابا 6 سنين باش حنا مجموعين ما عمرها ما اذتني ولا قالت لي شي كلمه تجرحني، وحتى شي واحد منهم ما عمره ما هز فيا العين. عنده 2 وليدات، واحد السيده كانت ماتت، كان حماق عليهم وكنموت عليهم وانا اللي مربياهم. وتزاد عندي حتى انا وليد واحد اخر اللي دابا عنده 5 سنين. ما عمرني شفت من هاد العائله شي شر، ربي عوضني بهم. اجمل العوض. فالعبره من قصتي ان ربي كبير وكبير بزاف وخاصنا نثقوا فيه. كنحمد الله ونشكره حيتاش ما عمرني قطعت صلاتي، وشكرا وحبا كنقول الحمد لله. وكنقول لاي بنت صبري، راه الله غادي يعوضك بالخير ان شاء الله. شوفوا، هذه هي قصتي انا سكينه وعاودتها لكم، وكنعطيكم واحد الامل اللي كبير ان الله غادي ييسر لكم.